أبنائي بناتي، الموسم الدراسي مازال ما سالاش، وهذه هي الفترة اللي خاصنا نبذلوا مجهود مضاعف باش نحصلوا على نتائج متميزة. بالنسبة للسلك الابتدائي غادي يكون إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 14 يونيو 2025، وإجراء الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية يومي 23 و 24 يونيو 2025، وغادي تستمر الدراسة بالمستويات غير الإشهادية إلى غاية 28 يونيو 2025. أما بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة غادي يكون خلال الفترة الممتدة من 9 ل 14 يونيو 2025، وإجراء الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي غادي يكون يومي 17 و 18 يونيو 2025، وغادي تستمر الدراسة بالأولى والثانية إعدادي إلى غاية 28 يونيو 2025. وبالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي بالجدع المشترك غادي يكون إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 21 يونيو 2025، وموعد انتهاء مسك نقاط آخر فروض المراقبة المستمرة يوم 28 يونيو 2025، وغادي تستمر الدراسة إلى غاية 28 يونيو 2025، وغادي تعقد مجالس الأقسام والتوجيه خلال يومي 3 و 4 يوليوز 2025، ويتم توزيع بيانات النقاط ونتائج التوجيه يوم 5 يوليوز 2025. وبالنسبة للسنة الأولى بكالوريا راه إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة غادي يكون خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 21 يونيو 2025، والانتهاء من مسك نقاط آخر فروض المراقبة المستمرة هو يوم 28 يونيو 2025، بمعنى غادي تستمر الدراسة إلى غاية 28 يونيو 2025، بينما إجراء الدورة الاستدراكية للامتحان الموحد الجهوي غادي تكون يومي 30 يونيو و1 يوليوز 2025، وتنظيم المداولات الخاصة بالدورتين العادية والاستدراكية لهذا الامتحان يوم 9 يوليوز 2025، والإعلان عن النتائج غادي يكون يوم 10 يوليوز 2025، وغادي تعقد مجالس الأقسام والتوجيه للسنة الأولى من بكالوريا، ويتم توزيع بيانات النقاط ونتائج التوجيه يومي 11 و 12 يوليوز 2025. إيوا بالتوفيق والنجاح لبناتنا ووليداتنا.